تعد مباراة منتخب الجزائر أمام النمسا من أهم مباريات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، حيث ستحدد بشكل كبير هوية المتأهل إلى الدور المقبل خلف المنتخب الأرجنتيني الذي ضمن الصدارة. يدخل محاربو الصحراء المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين على الأردن بنتيجة 2-1 بفضل هدفي نذير بن بوعلي وأمين غويري، وهو الانتصار الذي أعاد آمال الجزائر في التأهل. أما النمسا فقد حققت فوزاً على الأردن وخسرت أمام الأرجنتين لتتساوى مع الجزائر في عدد النقاط قبل الجولة الأخيرة. الفوز يضمن للجزائر التأهل مباشرة إلى الدور الثاني. التعادل قد يبقي حظوظ الجزائر قائمة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. النمسا تملك أفضلية فارق الأهداف، لذلك يكفيها التعادل لضمان المركز الثاني في المجموعة. تتجه أنظار الجماهير الجزائرية إلى المواجهة الحاسمة أمام النمسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال 2026، ويسعى المنتخب الجزائري إلى تحقيق انتصار تاريخي يضمن له العبور إلى الدور الثاني بعد عودته القوية أمام الأردن. ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعاً تكتيكياً كبيراً، خاصة مع امتلاك المنتخبين نفس الرصيد من النقاط. ويعول الخضر على خبرة نجومهم، وفي مقدمتهم رياض محرز وفعالية الهجوم لحسم بطاقة التأهل وإسعاد الجماهير الجزائرية. اكتب في التعليقات رأيك في مباراة منتخب الجزائر النمسا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكراً. اكتب في التعليقات رأيك في مباراة منتخب الجزائر النمسا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكراً.